كلنا بنموت في صوص الرانش بس مش بنعرف نعمله. تعالوا اقول لكم بقى ازاي نعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا، وكل الحاجات الصعبه اللي بنحتاج نشتريها من بره احنا هنعملها في البيت، مش هنحتاج نشتري اي حاجه غاليه من بره. اول حاجه خالص هنحتاج مايونيز، وده احنا عاملينه في البيت وانا عملته معاكم مليون مره قبل كده. هنحتاج كمان زبادي ومعلقه من الحليب وشويه بهارات، وكل الحاجات هكتبها لكم في الكابشن تحت الفيديو. من الحاجات الاساسيه في صوص الرانش البقدونس المجفف والشبت المجفف، ودي من الحاجات اللي صعب نلاقيها، ولو لقيناها بتلاقوها غاليه جدا. فعايزه اقول لكم ان انا عامله البقدونس والشبت والكزبره مجففين في البيت وطريقتهم سهله جدا. لو عايزين الطريقه اكتبوا لي في الكومنتات انزلها الفيديو الجاي. حطينا كل المكونات على بعض، قلبته كويس قوي، هحطه في علبه واسيبه في التلاجة قبل ما نستخدمه لمده ساعتين 3 كده عشان يندمج مع بعضه، وبعد كده نقدر نستخدمه مع كل الحاجات اللي احنا بنحبها. صوص الرانش من الحاجات الصوصات اللي بتليق قوي مع البطاطس المحمره، مع كمان الفراخ بكل انواعها، مع البيتزات بالذات اللي فيها سي فود زي دي كده، او المكرونه السي فود او التشيكن رانش. عايزه اقول لكم خطيره. لو عايزين طريقه الوصفات دي اكتبوا لي برده في الكومنتات. قولوا لي بقى انتوا بتحبوا صوص الرانش مع ايه؟